في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الستاك ميموري، وقلت لك ان الكمبيوتر بيخزن فيها اللوكال فاريبلز والفانكشن بارامترز والفانكشن كولز. بمعنى انك لو شغال على برنامج معين وعملت جواه فانكشن وكتبت جواها اي فاريبل، اول لما الفانكشن دي بتشتغل على طول الكمبيوتر بيروح جوه الستاك ميموري يحجز ستاك فريم للفانكشن دي ويخزن جوه الفريم ده اي فاريبل معمول جوه الفانكشن او اي بارامتر بتستقبله الفانكشن. المساحة المطلوبة من الستاك بتبقى معروفة قبل ما البرنامج يشتغل، يعني الكومبايلر بيقدر يحسب المساحة على حسب عدد الفاريبلز اللي بتتعامل معاها الفانكشن ونوع كل فاريبل. مثلا لو فانكشن بتتعامل مع فاريبل التايب بتاعه انتجر، فمثلا هنقول ان الانتجر بيحتاج 2 بايتس، فالكمبيوتر هيحجز 2 بايتس جوه الستاك فريم. اذا المساحة المطلوبة من الستاك معروفة من الاول، واول لما الفانكشن بتخلص شغلها وبينتهي الاكسكيوشن على طول بصورة تلقائية الستاك فريم ده بيتمسح من الستاك ميموري وبتتخلص من الداتا. طب حلو قوي، تخيل معايا بقى ان احنا عايزين نعمل برنامج من خلاله نخلي اليوزر يكتب لنا اسمه، ناخد منه الاسم ده نخزنه جوه الميموري. تفتكر الاسم ده هيتخزن فين؟ هل هيتخزن جوه الستاك ميموري؟ بالتأكيد لا. طب ليه؟ لأن أنا قلت لك في الستاك بنبقى عارفين حجم الداتا اللي هنخزنها قبل ما البرنامج بيشتغل، فبنبقى عارفين احنا محتاجين كام بايتس نخزن فيها الداتا. ولكن هنا انا ما اعرفش حجم الداتا اللي هاخدها من اليوزر. الداتا هنا دايناميك، ممكن واحد مثلا يكتب لي محمد، يعني 7 حروف. افترض مثلا ان كل حرف هيحتاج 1 بايت، يعني محتاج 7 بايتس علشان اخزن محمد. واحد تاني هيجي يكتب لي مثلا زين، 4 حروف، يعني محتاج 4 بايتس. اذا حجم الداتا هنا بنعرفه اثناء الران تايم، يعني والبرنامج شغال. أنا هنا محتاج مكان في الميموري يسمح لي أخزن فيها دايناميك داتا حجمها مش معروف من البداية. محتاج مكان يبقى فليكسبل، مرن معايا على حسب الداتا اللي هستقبلها والبرنامج شغال. المكان ده جوه الميموري هو الهيب ميموري. إذا الهيب هو المكان اللي بيتم تخزين فيه الدايناميك داتا اللي حجمها بيتعرف أثناء الران تايم، يعني والبرنامج شغال. حاجة كمان في الستاك، الداتا بتتمسح بصورة تلقائية أول لما الفانكشن بتنتهي، لكن انا هنا عايز الداتا تفضل في الميموري لغايه ما انا امسحها بنفسي، فالهيب هو المكان المناسب. الداتا جوه الهيب بتفضل موجوده لغايه حاجه من الاثنين. لو انت شغال بلغه زي السي او السي بلس بلس فانت لازم تمسح الداتا بنفسك لما تبقى خلاص مش محتاجها. هنرجع للنقطه دي كمان شويه علشان نعرف ازاي بنعمل كده. ولكن لو انت شغال بلغه هاي ليفل زي بايثون او جافا، ففي حاجه اسمها جاربج كوليكتور. هو ده بيروح بصوره تلقائيه ينظف الهيب من الداتا اللي مش مستعملها في البرنامج. طيب ازاي بقى نخزن الداتا في الهيب؟ قلت لك قبل كده ان البرنامج بيتعامل مع الستاك بطريقه مباشره. اول مثلا لما تعمل لوكال فاريبل على طول بتخزن جوه الستاك، ولكن في الهيب الوضع مختلف. البرنامج مش بيتعامل مع الهيب بطريقه مباشره، يعني ما نقدرش نخزن جوه الهيب بطريقه مباشره. امال بنعمل ايه؟ بنحتاج البوينتر. بنتعامل مع الهيب عن طريق البوينتر. يعني اول لما نحتاج نخزن حاجه جوه الهيب لازم نعمل بوينتر يشاور على الداتا جوه الهيب. من خلال البوينتر هقدر اخزن واجيب الداتا من الهيب. تعال نشوف مثال عشان نفهم. تخيل معايا اننا عايزين ناخد رقم نخزنه جوه الهيب، فهنعمل برنامج بسيط عباره عن المين فانكشن بالشكل ده. مبدئيا كده قبل ما نكتب اي حاجه في المين فانكشن، زي ما شفنا في الفيديو اللي فات، اول لما البرنامج بيشتغل المين فانكشن بتشتغل بصوره تلقائيه، فعلى طول الكمبيوتر جوه الستاك هيحجز لي ستاك فريم للمين فانكشن. تمام، تعال بقى نشوف ازاي اخزن رقم جوه الهيب. محتاج اعمل بوينتر. انا عايز اخزن رقم يعني انتجر، فهعمل بوينتر اسميه مثلا بي. التايب بتاع البوينتر لازم هيكون انتجر، طبعا بما اني هيشاور على انتجر داتا. لغايه هنا كده البوينتر ده زي اي فاريبل عادي، فعلى طول الكمبيوتر هيخزن البوينتر ده جوه الستاك فريم بتاع المين فانكشن ويحجز له مثلا 2 بايتس باعتبار ان الانتجر بيحتاج 2 بايتس. طيب ايه الفاليو اللي هتبقى متخزنه جوه البوينتر ده؟ هنشوف كمان شويه. بكتب بعد كده البي ايكوال نيو انت. اول لما بنكتب كلمه نيو على طول الكمبيوتر هيروح يحجز لي مكان جوه الهيب. طيب هيحجز لي مساحه قد ايه؟ احنا لسه مش عارفين، هتبقى على حسب بقى الرقم اللي احنا هنخزنه. خلينا نفترض مثلا اننا عايزين نخزن رقم 42، فهنكتب استريكس او ستار بي ايكوال 42. كده احنا خزنا رقم 42 جوه الهيب. ليه اتخزنت جوه الهيب؟ لاننا قلنا نيو. اول لما الكمبيوتر هيشوف كلمه نيو على طول بيبتدي يحجز مكان جوه الهيب.
هنفترض مثلا ان الكمبيوتر حجز لي 2 بايتس جوه الهيب، ورقم 42 ده جوه الهيب هيبقى له ادرس، فعلى طول البوينتر بيتخزن فيه الادرس بتاع الرقم 42 جوه الهيب. وبكده يبقى عملنا لينك او خلينا البوينتر يشاور على 42 جوه الهيب. اقدر بعد كده اطبع رقم 42 من خلال البوينتر ده، فنقول مثلا سي اوت استريكس او ستار بي. اذا من خلال البوينتر انا بخزن الداتا جوه الهيب، ومن خلاله برضو بجيب الداتا من الهيب. يعني التعامل بيكون من خلال البوينتر. طيب افرض اننا خلاص مش محتاجين رقم 42 وعايزين نمسحه من الهيب. بما اننا بنستعمل السي بلس بلس فلازم بنفسنا نقول delete p، فبيتمسح الرقم 42 من الهيب، والبوينتر خلاص اللينك ما بينه وما بين الرقم بيتقطع، فيبقى البوينتر مش بيشاور على حاجة. أول لما المين بتخلص الستاك فريم بيتمسح، وبالتالي البوينتر نفسه بيتمسح من الستاك. اما بقى لو شغال بلغه تانية هاي ليفل زي الجافا او البايثون، فزي ما قلت لك بيكون في حاجه اسمها جاربج كوليكتور، دي بتروح بصوره تلقائيه تنظف الهيب من الداتا اللي مفيش بوينتر مربوط بيها. ده اللي احنا بنسميه الاوتوماتيك او الدايناميك ميموري مانجمنت، ودي ميزه من مميزات اللغات اللي هي بتبقى هاي ليفل. اتمنى تبقى الصوره كده واضحه وفهمنا ازاي بنتعامل مع الهيب ميموري. خلينا بقى الفيديو الجاي نشوف مع بعض ايه هي انواع الداتا ستراكشرز، ونبدا بقى نشرح الداتا ستراكشرز بكل انواعها.